لو حضرتك قررتي تشيلي وزن، اتبعي مبدأ يا حيطة داريني. بناخد الوزن ونشوف لنا حته مقطوعه في الجيم كده ما فيهاش صريخ ابن يومين عشان منع من الاحراج. وفي حاجه كمان مهمه قوي، لا تقارني بداياتك بنهايات الاخرين. لان انت هتيجي تضربي عينيكي برضو في الجيم، انت اصلا هتلاقي نفسك شايله دمبل 5 كيلو بايديك الاتنين وبتترعشي مش قادره. هتبصي على اللي جنبك هتلاقي بسم الله ما شاء الله شايله قرص قد كده 50 كيلو وطالعه نازله بيه عادي جدا بمنتهى الاريحيه. بيج رامي بيج رامي بتتمرن في الاولمبيكيات. فملناش دعوه بحد تاني، هقولك ملناش دعوه يا مهي. طيب دلوقتي احنا لسه هواه قوي يعني، على الله حكايتنا خالص. عايزين نعمل لنا جو واجواء عشان ندخل في المود، يعني لو ما دخلناش في الفورمه اهو على الاقل ندخل في المود. طول ما انت ماشيه تقولي عاش لاي حد، عاش، وتعملي كده جامد عاش. او مثلا وتتحركي بسرعه في الجيم جدا، يعني تمشي بسرعه وتتحركي بسرعه كأن وراكي حاجه وانت وراكيش اي حاجه، ولا عارفه هتتمرني ايه ولا هتمرني ايه اصلا، انهي عضله انت مش عارفه، على الله حكايتك. اشربي ميه كتير، ادخلي طص وشك بشويه ميه، اعزنوا عرق وبلي التيشيرت بتاعك. الكباتن هيبصوا عليك هيقولوا يا دي بتحرق جامد جدا. واقلعي الساعه عشان هم ممكن يجوا يقولوا لك ورينا كده حرقتي قد ايه، ليه تحطي نفسك في ليه دونت سمول قص بقى، ما تصغروناش بقى، ما اقلعوا الساعه دي خالص. انا جايه لك من المستقبل وبقول لك احذروا كلاسات اليوجا، فيها سم قاتل. حضرتك بتبقي داخله فاكره انك هتتاملي وهتبقى ريلاكسيشن وهتقعدي بس تعملي كده لحد لما الوقت يخلص خالص. ده جوه في عركه، انت بتدخلي جوه بتتهاني وبتطلعي. انا مبقتش عارفه هو في ايه. عايزين ليونه وعايزين ثبات واتزان نفسي وجسماني، معرفش هم عايزينه منين. لو بيتعاملوا معانا ان احنا لا فقريات، يعني هو بيتعاملوا معاكي ان انت عباره عن سلايم هلهوله كده ما عندكيش فقرات، اللي هي تقول لك ايه بص احنا نعمل حركه بسيطه قوي، تروح عامله لك قبه في ثانيه، تلاقيها عملت لك قبه، وتروح جايبه رجليها وهي عامله القبه، تروح جايبه رجليها من ورا جايباها لحد لما تلمس مناخيرها وتقول لكم الحركه دي سهله قوي يا جماعه، يلا كلنا نعملها. سهله سهله؟ لا. ولما حد يجي يقول لك افويد يبقى افويد يعني ما تعمليهاش. انا طول ما انا قاعده كانوا يقولوا لي ساره افويد ساره افويد، يعني لدرجه ان انا قلت للكوتش هو انا البركه بتاعت الكلاس يعني، هو عشان انا يعني عندي انزلاق غضروفي تبهدلوني البهدله دي معاكم. ما تهزقيش نفسك في الكلاسات، تسالي قبل ما تدخلي ده المستوى ايه. قالوا لك لمستوى مبتدئ، المبتدئ تدخلي، لكن يجي يقولوا لك والله ده انترميديت لهارد وحضرتك تدخلي وفاتحه صدرك قوي وتقولي هجرب، بنتهان جوه، بنتهان وكرامتنا بتتبعتر. فلو سمحتي ما تهزقيش نفسك في الكلاسات، ادخلي على قدك. اي حد يجي يقول لك تعالي اعمل لك انبادي، ارقعي بالصوت في الجيم عادي ولا يهمك ولا تتهزي، لمي عليها الجيم. لان ده من اهم المسببات اللي بتخلي الناس ما تعتبش الجيم. ليه بقى؟ تبقي حضرتك راضيه عن جسمك وابتديتي تحسي بتطور الحمد لله، يعني بعد قرون تعملي الام بادي يجيب لك اكتئاب حاد، تلاقي الدهون عماله تزيد، الدهون الوحشه عماله تزيد والعضل بيخس، وتقول لك ان كل مقاساتك بقت زفت وحالتك بالبلع قطران، بقيتي قطران بعد ما رحتي الجيم. فاي حد يقول لك تعالى اعمل لك ام بادي تعملي ايه؟ ترقعي بالصوت.